الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله حق التقوى، فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، من رحمته سبحانه وتعالى بهذه الأمة المحمدية أن نوع لها طرق الخيرات ويسر لها ذلك، ورتب على هذه الأعمال الصالحة ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة. فأنت أيها المسلم على خير في أقوالك وأعمالك الصالحة، بل أعمال القلوب تثاب عليها، نطق اللسان، عمل الجوارح، كل ذلك تثاب عليه بأنواع من الأعمال الصالحة. فإذا عجزت من نوع قدرت على نوع آخر، ومن وفق لاستكمال الخير فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويقول أيضا: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم. ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها المسلمون، الواجبات، واجبات الإسلام
سواء الواجبات العينية أو الكفائية أو الأمور المستحبة، كل هذه الأعمال يثاب العبد عليها على فعلها مع النية الصالحة، وكلما حسنت النية عظم القصد، وعظم القصد زاد الثواب عند الله سبحانه وتعالى. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ذاك فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة المحمدية. اشكروا الله على نعمته، تسابقوا لفعل الخير لعلكم تفلحون. أركان الإسلام أيها المسلم، أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذه هي أركان الإسلام، دعائم الإسلام. لا يصح إسلام عبد إلا باستكمال هذه الأركان كلها. فأولها تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 79 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله. كلمة التوحيد من قالها في يوم 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. من قالها في يوم 100 مرة كان له عد 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ورفعت له 100 درجة، وحطت عنه 100 خطيئة. من صلى على نبينا صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. الصلوات ال5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. في الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات ال5 كمثل نهر غمر بباب أحدكم، كمثل نهر غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من ضره شيء؟ قالوا أصحاب رسول الله: لا يا رسول الله. فكذلك قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا والسيئات. أيها المسلمون، أداؤكم للزكاة التي هي ركن من أركان الدين مع أدائك أيها المسلم لهذه الفريضة فلك من الله الثواب العظيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وما نقص الصدقة من مال بل تزده، تبارك فيه وتنميه. صومك لرمضان قيامك ليل رمضان وصيام رمضان من أسباب تكفير الذنوب ورفع الدرجات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حجك لبيت الله الحرام: من حج البيت كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إخوان المسلمين، هذه واجبات الإسلام. كل واجبات الإسلام فإنها صدقة منك على نفسك وثواب مدخر لك يوم لقاء ربك. أمرك بالمعروف نهيك عن المنكر صدقة منك على نفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة. برك بوالديك، إحسانك إليهم صدقة منك على نفسك مع كونه أمرا شرعيا واجبا عليك. صلتك لرحمك عمل صالح وإحسان منك إلى نفسك مع أنه أمر مطلوب منك شرعا. من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل ذا رحمه.
تفريج كرب المكروب وهم المهموم، وقضاؤك لحاجة أخيك كلها أعمال صالحة، صدقة منك على نفسك وثواب مدخر لك يوم القيامة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج عنه الله كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نفعني الله وإياكم إخوان المسلمين، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أيها المسلم، عيادتك للمريض، اتباعك للجنائز، نصرك للمظلوم، إفشاؤك السلام، إجابة دعوة أخيك، إبرار قسمه إن أقسمه، كلها أعمال صالحة، أعمال صالحة، وهي حقوق للمسلم على المسلم، ولها ثواب عند الله سبحانه وتعالى. معاشرتك لامرأتك أيها الزوج مع النية الصالحة عمل صالح وصدقة منك على نفسك. لذا يقول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. شفاعتك لأخيك أيها المسلم عند احتياجه إلى شفاعتك عمل صالح، صدقة منك على نفسك. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. كل هذه الأعمال الصالحة أيها المسلمون متى عملها المسلم بنية صادقة فظفر من الله سبحانه وتعالى بالثواب العظيم، يظفر بالثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى إن عاجلا أو آجلا، وقد يجمع الله لك بين ثوابي الدنيا والآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يوفقنا للعمل الصالح. اللهم وفقنا للعمل الصالح. اللهم بارك لنا في شهر رجب وشهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم وفقنا للزيادة في العمل الصالح الذي تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير يا ربنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في هذه الأمطار والثلوج التي أنزلتها يا رب العالمين. اللهم اجعل ما أنزلته خيرا وبركة للبلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعل ما أنزلته من مطر وغيث وثلوج اجعلها خيرا وبركة للبلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وأصلح بيننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر
والله يعلم ما تصنعون، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وادعوا الله في سجودكم وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.